الله ما شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه وصفات الاحلام. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالف صحه وفي خير الاحوال. هنا غتحضروا معايا في هذا الفيديو شلاضه بفاكهه المندرين او فاكهه اليوسفي. كتجي غزاله، كتجي منعشه، مفيده، صحيه، يعني تشجع الاطفال ديالكم على انهم يتناولوا هذا النوع من الفواكه. وكذلك ضفت لها الخس، راه كتجي غزاله بزاف. في القناه ديالي حضرت اشياء اخرى من المندرين، حضرت بسبوسه، حضرت كيكه، حضرت عصير، يعني نوعت لكم من هذه الفاكهه الغنيه بالفوائد ديالها. دابا غتتابعوا معايا المقادير والطريقه ديال الاعداد ديالها. كنحتاجوا لهاد الشلاضه المقادير التاليه. عندي هنايا فاكهه المندرين او فاكهه اليوسفي، عندي منها تقريبا 600 غرام. نتوما كديروا الكميه اللي بغيتوا، لان هذه شلاضه ماشي شي حلوه ولا شي حاجه نحتاجوا فيها مقادير معينه، كل واحد تيدير المقادير على حسب الاسره ديالو. وعندي الخس هنا مغسول، عندي واحد خيزوه يعني مقشره، خيزوه متوسطه. عندي هنا كنحتاج معلقه كبيره ديال الخل، 2 معالق كبار ديال الزبيب مغسول، وعندي معلقه ونص ديال السكر حسب الذوق، واحد شويه ديال الملحه اللي كتعادل لنا الطعم ديال هاد الشلاضه. اول حاجه كنديروها اننا كنشدوا المندرين ديالنا، نقيناه، كنحيدوا منه هاد الشيء كيكون في الوسط، وكنبداو نقطعوه. نبداو نقطعوه. هنايا كاين المندرين كيكون فيه العظم، وكاين المندرين ما تيكونش فيه، يعني انتبهوا هاد النقطه هذه، يعني نقطعوه نشوفوا الا كان داك النوع اللي كيكون فيه المندرين. انا كيبان لي نقطعها بحال ما هكا، كل وحده نقطع على نصف، غتجي مزيانه لان المندرين صغير بحال هكا. بهذه الطريقه هذه غنشوف وحده اخرى باش نتاكد بان هاد المندرين ما فيهش العظم. حيدو كما درنا هادشي الوسط وكنقطعو. هذا من النوع اللي ما فيهش العظم، راه كيجي زوين، يعني ما كيديرش لكم تماره ديروه لا في العصير ولا في الشلاضه، ما كتحتاجوش انكم تبقاو تحيدوا ليه العظم. بهذه الطريقه هذه هي الطريقه ديال التقطيع ديال المندرين ديال الشلاضه. قطعنا المندرين ديالنا، دابا غادي نقطعوا الخص الطريقه العاديه كما كنقطعوا الشلاضه. انا كنحيد منه هاد العظيم ديالو الوسطاني. هنايا غادي نشد وحده فوق وحده بهذه الطريقه، نعاود نطويهم باش كيسهلوا عليا التقطاع. بهذه الطريقه هذه كنقطعوا طريفات صغيورين. وبالنسبه للجزر دابا كنشدوه كنحكو، كناخذوا هاد الحكاكه. عندي فيها هنايا كتكون حكاكه غليظه وكتكون متوسطه وكتكون رقيقه بزاف. كناخذوا هاد المتوسطه هذه، هي عموما هاد المتوسطه راه كتكون رقيقه. كنحاول ندير بحال هكا باش تخرج ليا على شكل خيوط رقاق. وصافي حتى كنكمل هاد الخيزوه اللي عندي. دابا سالينا غادي نخلطوا جميع المكونات اللي عندنا هنايا. خيزو كما شفتوا حكيناها، غادي نضيف ليها دابا المندرين. هو المندرين هاد التقطاع هذا كيعطي كيبان انه مندرين، ماشي درنا شي تقطاع اخر قطعنا صغير يقدر يبان بحال الليمون. هنا درنا داك شويه ديال المليحه، السكر حسب الذوق، وهنايا الزبيب طبعا مغسول. بغيتو ترطبوه في الماء شويه ممكن ترطبوه هنايا، وممكن تضيفوا فواكه اخرى، ممكن تضيفوا البنان، ممكن تضيفوا الكيوي، المهم اللي عندكم. الخل حنا ضفناه كنحرك مزيان. الخص يبقى دائما حتى الاخير. نحرك هاد المكونات اللي عندي كما قلت لكم. ممكن تضيفوا اي حاجه كدار مع شلاضه ديال الفواكه، راه كتجي زوينه بهذه الطريقه هذه. حنا دابا غادي نضيفوا المكونات، ممكن تضيفوا تبعويد، التفاح تيكون شويه قاصح. كاين الفواكه اللي كتجي هنايا، وحتى المكسرات ممكن تضيفوا الكركاع هو مناسب لجميع سلطه الفواكه لانه تيكون رطب، ماشي بحال اللوز اولا الكاجو. الزبيب والكركاع مناسبين في اي شلاضه ديال الفواكه. انا حركتها دابا، كنشدها دابا كنخليها في الثلاجه، ما كناكلهاش مباشره، كنخليها واحد 10 دقائق. علاش؟ باش كتنسجم جميع المكونات. العصاره المندرين كيطلق العصاره ديالو، وكنسجم جميع المكونات، كيذوب لنا السكر، كيدبل لينا الخص شويه، وكناكلوه بالصحه والراحه. كنتمنى تعجبكم الشلاضه ديال اليوم. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على زر لايك وتنضموا للصفحه ديالنا في الفيسبوك. السلام عليكم.